السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عارف ان اكتر حاجة ممكن تخليك توجع انك تحس انك واقف على رجليك؟ الكلام الغريب ده يا عم. اقول لك إيه الكلام الغريب ده احيانا ناس كتير فينا بتختار بالطاعة بتاعتها. زي واحد يبقى طالع كده من رمضان يقول لك يا عم ده احنا فطرنا كتير وصلينا، بيمنوا على ربنا، يمنون عليك ان اسلموا. الكلام ده غلط يا جماعة، وإنك تختار بنفسك وبطاعتك أنا بعمل حسنات كتير وعملت وسويت، ده بداية الوقوع الحقيقي. عشان كده أنا قلت لك في بداية هذا الفيديو أكتر حاجة ممكن تخليك توقع إنك تحس إنك واقف على رجليك، أو تحس إن رجليك شايلك. ليه؟ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أي طاعة وأي نعمة وما بكم من نعمة فمن الله. دي خلاصة الموضوع. الافتقار إلى الله عز وجل غنى. أي نعمة أنا فيها، أي علم، أي عبادة عملتها، لازم أعرف إنه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ثم إن عبادتي لن تزيد في ملك الله عز وجل، كله علي لي أنا. لذلك احمد ربنا سبحانه وتعالى على أي نعمة وأي عطاء اداهولك في حياتك. وعشان دايما باستمرار تحس انك فقير الى الله عز وجل، تأدب واعرف ان عبادتك وطاعتك دي كلها ليك انت اللي محتاج لربنا سبحانه وتعالى. ربنا مش محتاج منك، ولن تزيد في ملكه اي شيء. لذلك ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، دعاء سيدنا موسى الجميل اللي أنا بحب دايما أكرره وبنصحك إنك تكرره. الافتقار لربنا سبحانه وتعالى، ودايما تشعر بأنك مقصر، ولكن في نفس الوقت ما تلومش نفسك كتير، ولكن تعرف إن كمان إن أي نعمة وأي عطاء فهو من الله عز وجل، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله.